ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض أكلة الملايين، الأكلة اللي كلنا بنعشقها بس بطريقة مختلفة هتديكي طعم مختلف جدا. أنا عندي هنا دول بصلتين متوسطين الحجم وخمس طماطمات زي ما احنا شايفين كده. دول هيبقوا مناسبين جدا لكيس المكرونة اللي هو 400 جرام. هقطعها بقى أي تقطيع، اللي هو تقطيع كبير كده معايا، هي مش هتفرق. زي ما احنا شايفين كده نحطهم في الحلة. وعندي كام فص توم، التوم بتاعي كان صغير شوية، فاللي هم ايه 3 4 فصوص توم تقريبا. لو كبيرة هحط 2 مثلا. شايفين؟ بعد كده هحط عليهم ربع كوباية من المية، بس لغاية ما المية والبصل ينزلوا ميتهم معايا على البوتاجاز عشان ما تتلسعش معايا. من وقت للتاني بقى هفتح عليهم الحلة وهقلبهم، عشان اشوف يعني ايه نتيجة التسوية بتاعتهم. بصوا، هفضل بقى اقلب فيهم كده لغايه ما البصل والطماطم يتبلوا زي ما احنا شفنا كده. بعد كده بقى هضربهم، لو عندي هاند بلندر مفيش، هعملهم في الخلاط المتاح بالنسبه لي هستخدمه. احنا ما بنقفش على حاجه، هو ضربهم هيبقى سهل جدا لان هما مازال فيهم نسبه من الميه. ده شكلها بعد ما اتضربت معايا. انا هجيب بقى طاسه على البوتاجاز، هحط فيها شويه من الزيت كده. بعد كده هحط فيهم معلقه من الثوم. انا هنا جبت حله فيها ميه في المرحله دي بقى، وحطيت فيها معلقتين ملح تقريبا. انا ما بحبش في سلق المكرونه احط زيت نهائي. بعد كده هسيبها بقى على ما الميه تغلي. هحط بقى الطماطم على الثوم اللي انا شوحته وطلعت ريحته، بس ما بخلوش يحمر عشان ما يمررش معايا. هحط بقى هنا معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، ودي معلقه من المرقه دي المرقه الفوريه اللي من عند العطار، او مكعب مرقه المتاح. لو مش عايزينها خالص مفيش اي مشكله. حطيت معلقه شطه، وهنا ده معلقه من معجون الطماطم عشان البصل بيفتح الطماطم معايا شويه، فانا بحاول احمرها بمعلقه المعجون الطماطم دي. لو مش متاحه ممكن احط البابريكا عادي. بعد كده هسيبها بقى على نار هاديه، ولازم اغطيها لان بيبقى فيها نسبه ميه، ف يعني هتطرطش وهبهدل الدنيا يعني. حطيت بقى المكرونه في الميه المغليه زي ما انتوا شفتوا كده، وهبتدي كل شويه انزل فيها، هي كل ما هتطرى في الميه هتنزل معايا زي ما انتوا شايفين كده. اللي ما بيحبهاش كبيره وعايز يكسرها 2، الاكل ده بقى كل واحد وراحته يعني. بس كده انا استنيتها لما اتسلقت معايا تقريبا، يعني فيها لسه كسرة بسيطة كده. وبعدين ابتديت ان انا احطها بقى على الصلصة بتاعتي زي ما انتم شايفين. ولو حسيت ان هي ناشفة حط لها بقى كبشة مية من مية السلق بتاعت المكرونة. هسيبها بقى تاخد وتدي في الصلصة دي مع بعضها كده، لما احس ان هي ايه آه، استوت حلو وخدت بقى من طعم الصلصة بتاعتي وكده، تبقى كده ايه تمام قوي كده. انا بقى هنا كده المكرونه بتاعتي استوت معايا وبقت جاهزه للتقديم. فبحطها بقى، مش عايزه اقول لكم كانت ريحتها حكايه وطعمها حكايه، وبجد هتدعوا لي عليها. ولو ولادكم بيحبوا الاندومي او حاجه، بجد لما يدوقوا المكرونه دي مش هيطلبوا الاندومي، هقول لكم اعملوا المكرونه دي. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك والشير ومتابعه عشان يوصل لكم مننا كل جديد.